السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة الحدث الإقليمية لايف، أهلا ومرحبا بكم. نناشد رئيس مدينة سيدي سالم، نناشد رئيس القرية الباشمهندس أحمد حمادة، نناشد سيادة المحافظ معالي الوزير. السؤال هنا يا جماعة، أين رئيس مدينة مركز ومدينة سيدي سالم؟ فين دور الباشمهندس احمد حماد؟ احنا شايفين دلوقتي قدامكم فعلا اهل المشارجه بتستغيث، زي ما انتم شايفين قدامكم، شو الميه دي بتستغيث من مياه الصرف الصحي. اهل المشارقه بالكامل بتستغيث من مياه الصرف الصحي، زي ما شايفين قدامكم دلوقتي عبر الشاشه. شايفين الناس كلها بتتكلم اهو وبتستغيث من مياه الصرف الصحي اللي غرق الشوارع اهل المشارقه الطيبين المحترمين. انا مش شايف دور لرئيس مدينه مركز ومدينه سيدي سالم. اللي انا عارفه على المهندس احمد حماده انه مهندس نشط، بس اللي انا شايفه قدامكم دلوقتي يعني مش عارف اقول ايه. بس ان شاء الله باذن الله ان لم يتحرك المسؤولين غدا او باكر ان شاء الله سيتم توصيل صوت اهل المشارقه لوزير التنميه المحليه، لمعالي الوزير المحافظ كفر الشيخ، لكل الجهات المعنيه بالدوله. ان لم يتحرك رئيس مركز ومدينه سيدي سالم ورئيس القريه المحترم المهندس احمد حماده، سيتم توصيل صوت اهلنا في المشارقه لجميع الجهات المعنيه بمحافظة كفر الشيخ وجمهورية مصر العربية. يرضى ربنا اللي احنا شايفينه ده يا جماعة؟ والله ما يرضى ربنا. اهل المشارقة كلها بتستغيث من مياه الصرف الصحي، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. شايفين يا جماعة؟ شايفين زي ما واضح قدامكم عبر الكاميرا اهو، عبر الشاشة. شايفين؟ يعني الصراحة أنا مش عارف أقول إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن شاء الله بإذن الله باكر إن لم يتحرك رئيس مركز ومدينة سيدي سالم والباشمهندس أحمد حمادة رئيس القرية بحل هذه المشكلة على الفور، سيتم اتخاذ اللازم وتوصيل صوت أهلنا في قرية المشارقة لجميع الجهات المعنية بالدولة. شايفين كما واضح امامكم في الشاشه؟ شايفين الميه عامله ازاي؟ دي ميه صرف صحي. يعني انا يعني منظر صراحه لا يليق بمركز ومدينه سيدي سالم. اهلنا في المشارقه بتستغيث من غرقان القريه بمياه الصرف الصحي. نناشد رئيس مدينه سيدي سالم وباشمهندس احمد حماده رئيس القريه بحل هذه المشكله. يا ريت يا باشمهندس احمد، اللي انا عارفه عن حضرتك ان انسان محترم ومجتهد وخدوم، يا ريت تحل المشكله وتنزل لاهلنا في قريه المشارقه وتحل المشكله. يا ريت تحل المشكله قبل ما تكبر. يا ريت، حضرتك انسان مجتهد وانسان اعرف عنك ان انت من الناس المحترمه ومن الشخصيات الجميله، بس الصراحه مش عارف ازاي حضرتك شايف اهلنا في المشارجه غرقانه بالصرف الصحي ولم يتحرك لك ساكن. الصراحه مش عارف في حاجه انا مش فاهمها. ازاي رئيس مدينه سيدي سالم يبقى شايف اهلنا في المشارقه بتغرق وبتموت زي ما واضح غرقانه بالصرف الصحي، مياه الصرف الصحي، وحضرتك ايه يعني لا مبالاه؟ حضرتك اللي انا شايفه لا مبالاه، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ومش عارف معالي الوزير المحافظ دوره ايه الصراحه. يعني صراحه اللي انا شايفه يا جماعه حرام عليكم، اتقوا الله سبحانه وتعالى. اهلنا في المشارجه بتستغيث، اهلنا بالمشارجه بتستغيث. يا ريت يا باشمهندس احمد ما تسمع الفيديو او تشوفه، يا ريت تنزل لاهلنا في المشارجه وتقف في وسطهم كده وتحل المشكله.